كواليتي النظافه بالنسبه لنا مش اهم حاجه، بمعنى اصح ان احنا كشركه نظافه لو جينا نرتب اولوياتنا النظافه مش هتكون اول حاجه في الترتيب. طبعا انتوا اكيد مستغربين من كلامي، ازاي النظافه عندكم مش اهم حاجه؟ تعالوا انا افهمكم ازاي النظافه مش اهم حاجه. اللي انت بتعمله كعميل لما بتيجي تحجز مع الشركه ان انت بتتصل بالشركه دي والشركه دي والشركه دي وتشوف مين فيهم سعره ارخص او سعره احسن وتحجز معاه. ولان معظم الشركات سعرها قريب من بعض او معظم المكاتب سعرها قريب من بعض، فانت هنا نقيت السعر الارخص، فتقريبا وفرت لك 200 300 جنيه. وطبعا حاجه جميله ان احنا نقدر نوفر 200 او 300 او 400 جنيه، بس شطارتك بقى ان انت تكون موفر ال 200 300 جنيه دول واخد فعلا خدمه محترمه بكواليتي محترم. طب هل ده اللي انت بتعمله او هل ده اللي بيحصل لما تنقي ارخص شركه موجوده؟ بص، هو مش مستحيل بس صعب. وهنا بقى هرجع بيكم لموضوع الفيديو الاصلي اللي اتكلمت عليه في الاول، ان ايه هي اول حاجه في اولوياتنا وايه هي اهم خدمه فعلا بنكون عاوزين نقدمها للعميل. وبجد اهم حاجه في اولوياتنا هي ان الخدمه اللي بنقدمها تكون خدمه امنه مستقره بدون مشاكل، ان اللي هيجي من عندنا لبيتك ويخش بيتك يكون بجد مصدر ثقه، لان احنا عارفين يعني ايه بيت وبنعرف ازاي نحترم البيت. ما نسمحش وما نرضاش ان احنا ندخل بيتك حد مش اهل ثقه، لان اللي بيجي لك مش بيمثل نفسه، هو بيمثلنا احنا كشركه. فبننتقي التيم بتاعنا باحسن شكل ممكن وبنطور منهم ومن ادائهم بشكل مستمر. واكيد دلوقتي انتوا عرفتوا ليه النظافه عندنا مش اهم حاجه، لان اي حد ممكن يجي ينظف.